السلام عليكم، اهلا بيكم وفيديو جديد من مطبخ لولي. تعالوا بقى نعمل النهارده البسبوسه المبسوسه باسهل طريقه، وهي بسبوسه ال10 دقايق. بجد في 10 دقايق ان شاء الله هنعمل احلى طريقه بسبوسه باذن الله. وكمان هقول لكم على كل اسرارها وتكاتها اللي تخليها تطلع معاكم طريه ومرمله وفي منتهى الروعه. بس قبل ما نبدا الفيديو نسمي الله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد. ومش محتاجين افكركم ان اللي لسه مشتركش في القناة يشترك وفعلوا جرس الاشعارات على الكل لو حابين يوصلكم اشعارات بكل وصفاتي الجديدة اول باول. كلنا طبعا بنحب البسبوسة، وتعالوا بقى النهاردة نعملها باسهل طريقة وانجح طريقة ان شاء الله. في الاول هنعمل الشربات، وهو عبارة عن 1.5 كوباية من السكر، عليها 1.25 كوباية من المية. نفس الكوباية اللي بعاير بيها السكر هي نفس الكوباية اللي بعاير بيها المية. هسيبه بقى كده على نار متوسطة، يا دوب بس يغلي غلوتين اتنين. هضيف الاول عليهم كده عصير ليمون، وبعد كده هسيبه يغلي مرتين تلاتة كده بالكتير، وهنطفي عليه. اساسي في البسبوسة ان الشربات بتاعها يكون خفيف. بعد كده بقى نيجي على المكونات بتاعتنا في منتهى السهولة. ده نص كيلو من الدقيق السميد الوسط، ويفضل يكون وسط علشان تطلع البسبوسة بتاعتنا دايبة كده ومرملة. وتلتين كوباية من السمنة، لو بالميزان هيبقوا 125 جرام من السمنة. يعني بكل سهولة يا جماعة هنعرف ازاي نضيف سمنة او زبدة قد ايه. دلوقتي دول 500 جرام من السميد، عليهم 125 جرام من السمنة، يعني ربع كمية السميد هنضيف سمنة او زبدة او خليط بين السمنة والزبدة. وعشان اكون صريحة وصادقة معاكم، البسبوسة يعني سمنة. عايزة البسبوسة تطلع حلوة وطعمها خطير، لازم كمان السمنة تكون نوعها كويس. طبعا يفضل فيها بلا شك السمنة البلدي او الزبدة. لكن لو مش متاح ده وعندك نوع سمنة كويس انتي عارفة انه بتعملي بيه البسبوسة ويطلع حلو، خلاص استخدميه. هضيف بقى كده السمنة السايحة على البسبوسة واقلبها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وبعدين هنبدأ بقى نبسها كده بين ايدينا، علشان هي بسبوسة فطبعا لازم نبسها شوية حلوين كده لحد ما نغلف كل حبيبات السميد بالسمنة اللي عندنا. الخطوة دي مهمة جدا، ومن اهم واول خطوات نجاح البسبوسة. هنقول كذا تريكة كده بسيطة نعرف منها ان البسبوسة بتاعتنا ازاي تطلع حلوة جدا ان شاء الله. حتى لو عمرك ما عملتي البسبوسة، بوعدك بعد الفيديو ده هتبقي استاذة في عمايلها، ومحد هيصدق انها معمولة في البيت من جمالها. خدتوا بالكم طبعا اننا في الوصفة دي ما ضفناش ولا بيكنج باودر ولا اي مادة رافعة خالص للبسبوسة. ده لاننا مش محتاجين ليها اي حاجة من الحاجات دي لانها مش كيك. لكن ايه اللي هيخلينا نستغنى بقى، او ايه البديل عن خطوة البيكنج باودر دي عشان برضو تطلع معانا هشة وحلوة؟ هي اننا نسيبها في التلاجة ترتاح ربع ساعة قبل ما ندخلها الفرن، وده بديل للبيكنج باودر. هنجيب بقى الخليط السائل اللي احنا هنضيفه عليها. دي تلتين كوباية من اللبن السخن، وهنضيف عليها ربع كوباية صغيرة من شربات التقيل اللي عندنا اللي بنبقى عاملينه مثلا للكنافة. ولو ما عندكيش شربات حلويات ممكن نضيف مكانهم معلقتين كبار من العسل الابيض او معلقتين من عسل الجلوكوز. كل دي اختيارات متاحة قدامنا لو ما عندناش شربات حلويات. بس اعتقد يعني احنا في رمضان ودايما بيبقى عندنا شربات متوفر في التلاجة. دوبنا كده اللبن مع الشربات كويس قوي. هنبدأ بقى نضيف عليه اخر حاجة وهو السكر. دي كوباية من السكر الخشن العادي، هندوبه بس كويس، وعلشان كده قلنا اللبن يكون سخن علشان يدوب معانا السكر بكل سهولة. هنرجع بقى للخليط بتاعنا اللي هو خليط البسبوسة وعليها السمنة. هنضيف عليها معلقتين كبار من جوز الهند. ده طبعا اللي بيحب طعم جوز الهند في البسبوسة، وانا منهم طبعا، لانها بجد بتدي البسبوسة طعم وريحة تحفة. هنقلب كده جوز الهند فيها بكل سهولة لحد ما تختلط تماما بالسميد بتاعنا. مقادير صينية البسبوسة بقى بتاعتنا دي هنضيفها كلها في صينية مقاس 26 او 28. هنبدأ بقى هنا نضيف المكونات السائلة على باقي المكونات بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وهنا هنراعي بقى حاجة مهمة جدا،
ان البسبوسه ما بتتعجنش كتير خالص. احنا كل اللي هنعمله ان احنا زي ما احنا شايفين في الفيديو كده هنخلي المكونات بس تمتزج في بعضها، يا دوب يختلطوا ببعض وخلاص هنوقف عجن تماما. لان لو عجناها كتير اولا ده هينشف البسبوسه معانا، وكمان مش هترضى تشرب الشربات بتاعها. خلاص فاحنا يا دوب هنخلي المكونات تمتزج مع بعض كده. وحاجه كمان عايزه اقولها لكم ان خليط البسبوسه ما ينفعش يكون سائل اكتر من اللي احنا شايفينه ده. القوام ده القوام المظبوط قوي لصينيه البسبوسه اللي بتطلع معانا ان شاء الله بيرفكت. لو طلع الخليط سائل اكتر من كده اعرفي ان برضو البسبوسه هتطلع ناشفه معانا. خلاص فان شاء الله المقادير دي مظبوطه بالملي، وباذن الله تاكلوا احلى صينيه بسبوسه هتجربوها بجد. هنجيب بقى الصينيه بتاعتنا. عايزين بقى تعملوها في صينيه مدوره ينفع، في صينيه مستطيله ينفع، مربعه ينفع، اي صينيه عندكم، في بايركس ينفع، في اركوبال، في اي طاجن عندكم، اي حاجه ينفع يتعمل فيها صينيه البسبوسه بكل سهوله. هندهنها كده بالسمن او الزبده، وبرضو ندهن الحروف بتاعتها كده علشان لو حابين نخرج البسبوسه منها تطلع بكل سهوله كده وتبقى قطع متساويه ومنتظمه وشكلها جميل. خلاص كده ظبطنا الصينيه ودهناها كويس قوي. هنجيب بقى الخليط بتاعنا ونبدا نصبه في الصينيه بتاعتنا بكل سهوله زي ما احنا شايفين كده. بصوا بقى ركزوا قوي في قوام البسبوسه بتاعتنا. البسبوسه يا دوب تماسكت كده مع بعضها بالمكونات اللي احنا ضفناها ليها، مش عامله خليط سائل كده زي الكيك ولا حاجه. انا بشوف ناس يا جماعه بتعملها وبتخلي الخليط بتاعه قريب كده من خليط الكيك، ده مستحيل يطلع صينيه بسبوسه كويسه ابدا. البسبوسه عشان تكون طريه ومرمله لازم يكون قوامها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هنوزع بقى كده الخليط بتاعنا في الصينيه ونفرده كده بالسباتيولا او حتى بايدينا، وبعدين بعد ما هنفردها بالشكل ده في الصينيه نحاول طبعا نساوي كل الجوانب بتاعتها بحيث تكون كلها متساويه، ما يبقاش فيها ناحيه عاليه وناحيه لا، تطلع كلها بنفس المستوى في الارتفاع. كده سويناها اهو. في بقى خطوه مهمه جدا ان احنا بعد ما ندهنها كده هنبل ايدينا سمنه او زبده ونساوي بيها كده، وده مهم جدا علشان نخلي البسبوسه يطلع وشها كله واخد نفس اللون المحمر الحلو اللي احنا كلنا بنحبه ده، ما يطلعش ناحيه فاتحه وناحيه غامقه برضو فيها. تمام كده سويناها وخليناها زي الفل. الخطوه برضو اللي جايه دي مهمه قوي، وهي اننا نخبط الصينيه كده مرتين 3 على الرخامه علشان البسبوسه بتاعتنا ما تطلعش معيشه كده وفيها حتت فيها هواء وما تبقاش مظبوطه. هنبدا بقى نرص عليها المكسرات بتاعتنا، او لو بتحبوا تاكلوها ساده برضو زي ما انتوا حابين. عليها بقى سوداني، مكسرات، رشه كده من جوز الهند لو ما عندناش اي مكسرات ولا سوداني. بصوا بقى شكلها جميل قد ايه، اللهم بارك. ما ننساش يا جماعه خطوه اننا بعد ما خلصناها كده وظبطناها وهي لسه نيه كده هندخلها التلاجة ربع ساعه ترتاح علشان تعلى معانا في الفرن كده وتبقى حلوه قوي. نسويها على الرف اللي في النص كده، تدخل الفرن على درجه حراره 200 لمده 25 دقيقه، وهتطلع معانا بالشكل الجميل ده. هي سخنه والشربات كمان كان لسه سخن. بالشكل ده هتاكلوا احلى واطعم صينيه بسبوسه بجد. مهمه قوي اننا بعد ما نسقيها شربات هنغطيها بقى شويه كده حوالي كمان ربع ساعه عشان نتاكد ونطمن انها كده تطلع طريه ومرمله ودايبه وتحفه. هنعرف منين بقى ان البسبوسه طالعه ناجحه ان شاء الله؟ من حتى قبل ما ندوقها، لما هتتسقي بالشربات هتلاقيها شربت الشربات بتاعها. لو ما شربتش الشربات يبقى البسبوسه مقدارها ما كانتش مظبوطه معاكي. بصوا بقى انا هسيبكم ثواني مع احلى صينيه بسبوسه كده، يعني اتفرجوا كده على التفاصيل بتاعتها قد ايه حلوه، ما بالكم بقى بطعمها. ان شاء الله طعمها يعجبكم جدا جدا. اتكلمنا مع بعض بقى في الفيديو عن كل تفاصيل البسبوسه واسرار نجاحها وتكاتها اللي بتخليها ناجحه جدا، وان شاء الله الوصفه تعجبكم. يا ريت لو لكم اي سؤال عن اي حاجه خاصه بالبسبوسه او اي وصفه تانية تكتبولي في الكومنتات وتقولوا لي رأيكم لو جربتوها ان شاء الله. واشوفكم فيديو جديد على خير. تابعوني بقى على الانستجرام وعلى صفحة القناة على الفيسبوك باسم مطبخ لولي البحراوي، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد على خير. والسلام عليكم ورحمة الله.